السلام عليكم. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشوفوا أهم النصائح اللي ممكن تستافد منها قبل ما تدفع الطلب ديالك. النصائح يعني قبل الموعد وبعد وأثناء الموعد وبعد الموعد. يعني شي نصائح جمعتهم من خلال يعني التجربة السابقة فاش دفعت أول مرة والمرة الثانية، وفي كل مرة فاش كندفع يعني كنتلاقى مع ناس كاين اللي ترفدت ليه، كاين اللي ما ترفدت ليش، كاين اللي دار خطأ قاتل في الملف ديالو، كاين اللي دار يعني دوك اللي ترفدت لهم كنحاولوا نقلبوا علاش ترفدت لهم. يعني مجموعة نصائح اللي حاولت نجمع من الناس يعني اللي عندهم تجربة ودازوا من هذه التجربة، وكل واحد اش كيقول. نقدر ننسى شي نصيحة مهمة، نقدر نكون غلط في شي نصيحة مهمة. المهم اللي عنده شي إضافة يحاول يحطها لنا في يعني في تعليق باش يستافدوا الناس من النصائح ديال كل شخص. على بركة الله. أول نصيحة: ممنوع تصيفط المعلومات البنكية ديالك لشي شخص. هذه في حالة إلا كنتي غتشوف شي واحد يشد ليك المواعيد، أما من الأحسن يستحسن تشدو راسك، لكن في حالة اضطريتي ما تصيفطش المعلومات البنكية. يقول لك صور لي البطاقة البنكية يعني من الأمام ومن الخلف، تصيفط ليه كلشي. راه إلا صيفطتي ليه المعلومات كلهم بحال عطيتيه يعني الساروت ديال الصندوق ديالك، يعني غيدخل غير يهز اللي بغا. يعني هذه ما كيتصيفطوش المعلومات البنكية. حتى إلا بغيتي يعني تاخذ الموعد عن طريق شي شخص، يعني الخلاص خاصك تخلص راسك، ما تعطيهش يخلص ليك. هذه النصيحة الأولى. النصيحة الثانية: كاينين بعض القنصليات اللي كيخرجوا يعني يعني المواعيد أسبوعية. هنا من قبل ما تاخذ الموعد خاصك تكون موجد الملف، خاصة دوك الوثائق اللي كيكونوا شوية صعاب باش تشدهم، حيت المواعيد كيطلقوا نهار الجمعة مثلا، وتقدر تاخذ الموعد نهار الاثنين مع الثمانية ونص. يعني السبت والحد ما كيخدموش الإدارات، كيفاش غدير تاخذ مثلا شهادة العمل وشهادة الأجرة وهذا الشيء في الويكاند؟ يعني مشكل. يعني هنا خاصك تكون متأكد أن عندك الورق بعدا عاد باش تشد الموعد. بالنسبة للنصيحة الثالثة، هذه كانت واحد السيدة لقيتها صدفة يعني فاش مشيت ناخذ الباسبور، لقيتها حتى هي ترفضت ليها، وكان قالوا لها يعني ما كانش عليك دير الحالة الاجتماعية أنك مطلقة، حيت تيشكوا أن وحدة مطلقة يعني بغات تمشي غتحرقها وتما وما ترجعش. يعني من الأحسن ما كاينش اللي يلزمك باش تقول الحالة الاجتماعية، يعني تقدر دير شي حاجة أخرى من غير مطلقة. بالنسبة للنصيحة الخامسة، هو في حالة إلا ترفضت الفيزا يعني لشي واحد، في ديك الخانة فاش كيعطيوك واش فايت بصمتي ولا شي حاجة، تما هادي ما تعمرهاش، حيت تما كتكون اختيارية. حيت في الملف الفورمولير فاش كنعمروها كنديرو فيها الحوايج اللي إيجابية اللي غيحسنوا الملف ديالنا في القبول، ماشي غنديرو شي حاجة نيجاتيف اللي تقدر تأثر ليك على الملف ديالك. بالنسبة للنصيحة السادسة: تاريخ السفر خاصو يكون منطبق مع تاريخ حجز الفندق. شي مرات كيدير شي واحد الحجز مثلا ديال الطائرة يعني مع ل11 د الليل، غدير الديبار من هنا غتوصل ليه مثلا مع 12 ونص د الليل. يعني نتا مثلا إلا مشيتي في 2 في الشهر غتوصل ليه في 3 في الشهر. يعني كاين واحد الاختلاف، هاد الاختلاف خاصك تحظي معاه. من الأحسن غدير واحد الطيارة كتمشي بالنهار وتتوصل بالنهار، تمشي مع 10 الصباح وغتوصل في 10 د الليل ولا 6 د الليل ولا 4 د الليل. يعني من هنا لأوروبا راه ماشي شي مسافة بزاف، أبعد حاجة راه شي 3 د السوايع. يعني يديرها الإنسان وسط النهار باش يكون واحد التطابق في يعني تاريخ الحجز مع تاريخ يعني السفر. بالنسبة للنصيحة الأخرى، النصيحة 7: ما ديرش الإلغاء ديال الحجز الفندقي قبل ما يجاوبوك، أولا قبل آخر لحظة فاش عندك الحق دير الإلغاء، حيت كيكون تيعطيوك واحد الوقت ممكن دير إلغاء مجاني. دفعتي الملف ديالك مازال ما جاوبوكش ومازال ما وصلش لوقت الإلغاء، ما ديروش. ماشي درتي اليوم الحجز، دفعتي الأسبوع المقبل، درتي إلغاء الحجز وانت مازال المدة باش يجاوبوك. تقدر طيح على شي موظف معكس غيوصل الملف ديالك يبغي يفيريفي واش بصح داير الحجز ولا ما درتيش. هادي راه تقدر توقع مرات قليلة، ما الأغلبية ما تنضش واش كيفيريفيو. يعني باش إلا فيريفيا غيلقاك راه مازال داير الحجز. بالنسبة للنصيحة 8: ما تنساش تأكد من القنصلية لاش تابع. راه كاين شي مرات كيكون شي ميزاجور، كاين شي مدن كيتبدلوا يعني اش من القنصلية لاش تابعين، واش هنا واش هنا. بحال غير هاد الأسبوع الماضي راه مجموعة ديال المدن تبدلوا. كاين شي مدن كانوا تابعين للتي ال اس ديال فاس ولاو تابعين
الTLS ديال الدار البيضا، يعني الناس مشاو يدفعوا لقاو بأن راه ما بقاوش تابعين الفاس، واخا خلصوا دوك المصاريف 300 درهم الأولى ديال الموعد مشات ليهم ديك 300 حيت ما شافوش بأن راه كاين واحد الميزاجور، يعني الإنسان ما يخسر والو تأكد داش من قنصلية راش تابع قبل ما تمشي تشد الموعد وقبل ما تدفع الملف ديالك. بالنسبة لنصيحة أخرى هو البريد الإلكتروني، يستحسن تكون فيه يعني الاسم الشخصي والاسم العائلي وخاصة الاسم العائلي، يعني كي يكون واحد الاسم باين يعني باين الإيماي راه ديالك، ماشي واحد الإيماي فيه شي أسماء لا علاقة بك، يعني كتلقى شي تخربيقة لا علاقة بك، يقدر يكون ديالك ولكن هما غالبا كيشكوا أن هذاك شي سمسار صاوبو ليك وشي سمسار اللي خدا ليك الموعد، حيت هما راه عندهم حساسية كبيرة من القضية ديال السمسار. بالنسبة للنصيحة العاشرة، في حالة خدا ليك شي سمسار الموعد وإياك تقول لهم راه خداه ليا السمسار، حيت كتكون عندهم واحد الحساسية مفرطة منهم، ما تقولش نهائيا، واخا أنا ما كنصحش قاع أنك تقرب شي سمسار ولا شي حاجة، ولكن في حالة خديتيه ما تقولش أنك خديتيه مع سمسار، ما عدا إلا كانت وكالة قانونية يعني مسائل قانونية هاديك حاجة أخرى. بالنسبة للمصاريف ديال الفيزا راه كتكون تقريبا 1300 درهم، هذا أقل شيء، 1300 وشي صرف صغير، هذا أقل شيء، تقدر تطلع حتى ل2600 ولا 3000 درهم ولا 3000 وشي حاجة على حساب دوك لي زوبسيون، واش زدتيهم في المواعيد ولا ما زدتيهمش، على حساب واش درتي رونديفو ا دوميسيل ولا لا، على حساب يعني هاد المصاريف كيبداو كيطلعوا، المهم أقل شيء هو 1300، باش إلا مشيتي تدفع كدير حساب أنك تدي معاك واحد لاصوم، دفعتي في الأول 300 يعني غتبقى ليك واحد 1000، نهار تمشي تكون تايهة معاك موجدة. نصيحة 12، الإنسان ما خاصوش يدير شي تزوير في شي وثيقة، راه التزوير يعني تيعاقب عليه القانون وتقدر طيح راسك في مشاكل في غنى عنها، يعني والقنصلية راه عندها بزاف ديال الطرق باش كتفيريفي، يعني إلا حسات أنك غشيتي راه تقدر واخا خرجت ليك الفيزا غتراجع عليها وغتانيلوها لك ولا توصل للمطار غتلقاهم غيردوك، يعني الإنسان يدير المسائل ديالو قانونية 100% باش كتمشي نتا مهني ماشي غادي ونتا خايف لا يحصلوك في شي بلاصة. بالنسبة للنصيحة 13، إلا كنتي خدام حاول تأكد أن شهادة العمل وشهادة الأجرة يكونوا تقريبا نفس المعلومات، حيت شي مرات كيكون واحد الاختلاف بيناتهم، وداك الاختلاف خاص يكون منطقي وقادر أنك تجوستيفي داك الاختلاف. هذا مشكل كنت وقعت فيه أنا شخصيا، شهادة العمل فيها حاجة وشهادة الأجرة فيها حاجة، حيت كان المالية كتعطل باش دير واحد الميزاجور ديال المعلومات، يعني تيكون واحد الاختلاف، يعني فاش سولني غير شرحت له السيتوياسيون وهو راه فهم، يعني عارف شنو كاين، يعني حتى إلا كان شي واحد عنده اختلاف بين شهادة الأجرة وشهادة يعني اتيستاسيون د سالير، يعني المعلومات مختلفين، تيكون واحد الحجة مقنعة عندك. بالنسبة للنصيحة رقم 14 هو الحساب البنكي، كاين اللي كيسمع خاصك تروج الحساب البنكي في آخر 3 شهور كيبقى ينوض يدير شي عمليات اللي باينين، هو كتلقى الأجرة ديالو مثلا 10000 درهم وكتلقى الكونت كيحرك فيه 40000 درهم للشهر 50000 درهم للشهر، منين جاوك هاد الأموال هادو باش تحرك؟ ما عندوش حجة ولا شي دليل قانوني باش أنهم تيكسب دوك الفلوس، إذا هو غا كيروجهم غير بشكل عشوائي، هما راه تيعرفوا هادشي، يعني إلا كان باش تروج الكونت خاص يكون الكونت كيتروج بطريقة ذكية، يعني كتخلص الماء الضو، تخلص مثلا شي اسيورونس ديال الطوموبيل، تخلص الويفي، تخلص شي ابونمون، تخلص في مرجان شي تقضية شي حاجة، يعني شي هاد المسائل كيكونوا مثلا هادشي تيكون باين، يعني وكتوفر الشهر، مثلا كانت عندك 10000 درهم يعني كتخسر مثلا واحد 3000 درهم وكتشات لك واحد 7000 درهم، يعني كتلقى واحد التوفير، هنا تيقولوا بان هذا ربما عندهم مدخول اخر، يعني في ديك 3 شهور كيشوفوا واحد التراكم ديال الاموال في الكونت ديالك، هنا كيعرف ان راك السيد راه عنده باش غيسافر. وبالنسبه للنصيحه 15، هو كاين اللي كيدير واحد الخطا، كيبغي مثلا يدفع وتيقول شي واحد فيرسي ليا واحد 30000 درهم في الكونت حتى ندفع ونردها لك، وكتجي في ديك 3 شهور كتبان هو فيرساها لك، هنا راه مشكل، خاصك مثلا بغيتي دير هكا خاصك ديرها قبل من 3 شهور، دوك لي رولفي اللي غتدفع ديال 3 شهور الاخرانيين ما تكونش باينه فيهم داك الفيرمون، يعني دخل عندك دقه وحده لا، او لا تتكون واحد التراكم ديال الاموال في ديك 3 شهور، باش كيشوفوا داك المسائل غاديين بشكل عادي، ماشي بق ها واحد 2 مليون دخلت الكونت منين غير تفيرسات ودفعتي في داك الشهر، يعني راه باين. بالنسبه للنصيحه رقم 16، هو كاينين بعض الدول اللي كيديروا
في سميتو كيديروا في المقابلة ديالهم، يعني في اللقاء تيكون واحد المقابلة. يعني في هاد الدول خاصك تكون كتجاوب بكل ثقة في النفس، يعني ما عندكش مشكل. بحال دولة مالطا كيبقاو يسولوا فيك علاش جيت دفعتي بغيتي هاد الدولة بالضبط، شنو بغيتي، سياحة أييه، شنو بغيتي تشوف في الدولة، شنو كتعرف على دولة مالطا، علاش بالضبط اخترتي مالطا وما اخترتيش الدول الآخرين، وشنو العاصمة، شنو عدد السكان، شنو تيبقى يسولوك. يعني هاد الأسئلة كتكون نتا موجدهم، يعني ماشي توجد كلشي، ولكن دوك الأسئلة العامة، الثقافة العامة كتكون عارفهم. العاصمة، شحال من مدينة كاينة، الأماكن السياحية، شنو هنايا، شنو باش كتميز هاد الدولة، شنو اللي ما خاصكش دير، شنو يعني باش كيسولوك كيلقاوك راك عارف شنو كاين. بالنسبة اللي كيكون شي واحد باغي يسافر مع العائلة، هو فاش كتكون يعني الإنسان عنده موارد مالية مزيان وعنده كلشي مزيان، يقدر زعما يدفع هو العائلة. ولكن إلا كانت الموارد المالية ديالو على قد الحال، يعني يستحسن في المرة الأولى يدفع بوحدو. وإلا كان شي شخص يدفع المرة الأولى والثانية وعطاوه وعادو عطاوه، وعنده الموارد المالية كافية وعنده المسائل ديالو مزيان، ديك الساعة ممكن يدفع مع العائلة باش تا هما كيستافدو غالبا من ديك المدة الطويلة اللي غيعطيو للأب تيعطيوها للأفراد كلهم. إلا كانوا الموارد المالية كافيين وما شاكينش قاع أنهم باغيين يحرقوها ولا شي حاجة. بالنسبة للنصيحة رقم 18، إلا كانت عند شي واحد شي الفيزات القدام، أي فيزا عندك، خاصك دير ليها فوتوكوبي وتحطها في الملف. كاين اللي تيعتقد أن راه غنحط الباسبور راه فيه كلشي، هذا خطأ أنا درتو شخصيا. يعني ما دفعتش الفيزات القدام وعاودوا لي نفس المدة. دونك هنا خاصك باش تدفع دير فوتوكوبي لجميع الفيزات، الفوتوكوبي لجميع الأوراق كتعطيهم، ومخا تعطيهم الباسبور يقدر ما يشوفوش الباسبور، لأن انت كتدفع كلشي في الدوسي ديالك. وبالنسبة لآخر نصيحة، وهي في يعني أي خطأ صغير في تاريخ الميلاد ولا في رقم التليفون ولا في رقم الباسبور بالضبط ولا شي حاجة بحال هاكا، يقدر يكلفك الرفض. يعني الإنسان في الاستمارة فاش تكون كتعمرها بعناية، ويستحسن أنك تعمرها يعني بالحسب، باش كيكونوا المعلومات واضحين وباينين. ايوا هادشي اللي كاين، والله يسر للجميع إن شاء الله.